صوت وخبرة إعلامية مميزة، والجدير بالذكر أنه رهن للعمل الإنساني. رانيا هارون إعلامية سودانية جعلت من صوتها وخبرتها منبراً لتوصل صوت المنكوبين والمحتاجين للعالم. رانيا هارون تعمل لدى قناة الشروق الفضائية في ضاحية الرياض في الخرطوم. في عام 2007 كان انطلاقة رانيا، ثم تطورت خبرتها بالعمل والتطوع في عدد من المؤسسات والجمعيات المعنية بالعمل الإنساني. كان برنامجها الأول يستقبل شكاوي المواطنين وقضاياهم الخاصة، محاولة تأمين ما يحتاجونه من أهل الخير دون كلل أو ملل. شارع الأمل البرنامج الثاني لهارون، وكان بمثابة خطوة ثانية في مجال الإعلام الإنساني ومساعدة من هم في حاجة ماسة لهذه المساعدات. ساهم برنامج الإعلامية السودانية بتنمية أوضاع طبقات فقيرة بمساعدتهم على حل مشاكلهم من خلال حث المسؤولين والخيرين والمؤسسات المعنية على الوصول إليهم. حقق برنامجها مع كل الود والتقدير حضوراً واسعاً في الوسط الإعلامي العربي والعالمي، وأصبح علامة فارقة في مجال الإعلام الإنساني من خلال عرض المعاناة من جهة وقصص النجاح والتفوق وتحدي الظروف القاهرة. كما حصل برنامجها مع كل الود والتقدير عام 2011 على درع اتحاد إذاعات الدول العربية ومجلة برودكاستينغ في دبي لأفضل محتوى برامجي. نجحت هارون عبر عدد من الخيرين بتوفير أول جهاز غسل للبلازما مخصص للأطفال في السودان. مؤسسة تومسون كرمت الإعلامية السودانية، وذلك ضمن أفضل 7 صحفيات في العالم، وحازت على درجة الماجستير عن بحثها دور الإعلام في الحد من مخاطر الكوارث. وما زالت هارون تواصل نشاطها في مساعدة المنكوبين وتعمل على عدة مشاريع خيرية. هذا الجهد الذي قدمته رانيا هارون لدعم العمل الإنساني في السودان ودعم المحتاجين الذين هم في أمس الحاجة لهذه المساعدات وفي إيصال صوتهم للعالم لن يذهب سدى، وستبقى هارون أيقونة لهذا العمل ولن ينساها الشعب السوداني، وستبقى كلماتها في برامجها رنانة على مدى الزمن.